اكو بعض القصائد اليوم اطوارها تناسب مجالس اللهو والطرب، مثل هالقصائد ما نستمعها. نتكلم مع الرواديد لازم ينتبهون شنو القصائد اللي يلقوها وشنو الأطوار اللي يقرون فيها، ومع الشباب اللي يستمعون إلى مثل هذه القصائد اللي بعضها فيها آلات موسيقية، اللي بعضها فيها كلام مو صحيح. هو هذا موضوع الكلام اللي يلقى في بعض القصائد، كلام غير صحيح بروحه يحتاج إلى محاضرة نتكلم عنه. أي واحد شاعر لما يكتب قصيدة المفروض قبل لا يعطيها للرادود يروح يعرضها على أحد العلماء العارفين، يقول له إذا فيها كلام باطل، إذا فيها كلام غلو يشيله. فيه اليوم بعض القصائد مليئة بالغلو اللي أهل البيت نهوا عنه. يتكلم لك في القصيدة يقول لك أهل البيت هم الذين خلقونا، أهل البيت هم الذين رزقونا، وهذا كله كلام محرم نهت عنه الشريعة. الله تعالى هو الخالق، الله تعالى هو الرازق. ما يجوز واحد يقول أهل البيت خلقوا، أهل البيت رزقوا. هذا المعنى يجون يخلوه في القصائد وينشروه ويصير هذا كأنه ثقافة عامة ويستمع إليها الناس. لا يا أخوان، لازم واحد يكون منتبه. هذه ليالي عاشوراء، الليالي المرتبطة بأبي عبد الله الحسين، يكون فيها الإنسان المؤمن منتبه ويسير على خطى أهل البيت ويمشي على سلوكهم حتى يكون محب لهم